مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في رحلة جديدة في المشهد الثقافي اليمني بألوانه وطيوفه. والبداية كالعادة بالعناوين. التراث الموسيقي اليمني، كتاب جديد لرفيق الرضي. بالعودة إليكم مشاهدينا ومجددا أعزائنا المشاهدين، نطل عليكم على أبرز الإصدارات الأدبية والثقافية الحديثة. فقد صدر حديثا عن دار عناوين بوكس للنشر في العاصمة المصرية القاهرة كتاب جديد للكاتب والشاعر رفيق الرضي تحت عنوان التراث الموسيقي اليمني. قدم فيه إضاءة موجزة حول رواد الغناء اليمني القديم وجيل ما بعد الرواد والجيل الحالي من المطربين والمطربات اليمنيين. قدم للكتاب المقسم إلى 3 أبواب الباحث والمهتم بالشأن الموسيقي اليمني نزار غانم، مشيرا إلى أن الكاتب أعاد في الباب الأول تسليط الضوء على رواد الغناء اليمني القديم ومشاهيره الذين أوردهم الفنان محمد مرشد ناجي في كتابه الغناء اليمني القديم ومشاهيره، فيما تناول الباب الثاني جيل ما بعد الرواد وسير أعلام لم يتطرق إليهم المرشد في كتابه، أمثال فضل محمد اللحجي ومحمد سعد الصنعاني وآخرون. أفرد المؤلف فصلا للحديث عن الرائدات من الأصوات النسائية، أمثال صباح عطيفة ومنى علي وغيرهن من رائدات الأغنية اليمنية، ممن واجهن التحديات المجتمعية بإصرار كبير. ووفقا لغانم، متطرقا في الباب الثالث والأخير من الكتاب إلى تجديد الأغنية اليمنية والجيل الحالي من المطربين والمطربات ممن قدموا الجديد من الإبداع وقاموا بإضافة لمسة فنية جمالية للتراث اليمني الجميل وتقديم روائع الكلمات والمعزوفات الموسيقية، سواء في جوانب الألحان أو الأصوات التي حققت انتشارا كبيرا على الصعيد المحلي والعربي. وأشار نزار غانم إلى أهمية الكتاب الجديد كواحدة من أهم الإضافات للمكتبة الموسيقية اليمنية.